السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ امبارح انا عملت 3 فيديوهات كاملين على موضوع بس ان الجماهير بتشتم زيزو وبتتمنى له اصابات والجو ده. وعضو مجلس اداره امبارح يطلع له فيديو في نادي الزمالك بيشتم جمهور الاهلي بلفظ خارج. يا جماعه احنا في ايام مباركه يعني طب بعيدا عن اي حاجه يا جماعه، ده النهارده وقفه عرفه. العالم كله بيتفرج على الحجاج وعلى صعيد جبل عرفات، وكله بيدعي وكله بيعيط وكله بيتمنى ربنا يغفر له الذنوب وكله بيعمل. يعني اليوم ده الناس كلها بتستغله في حتة إن ربنا بس يغفر لها ذنوب السنة كلها أو السنين كلها عموما. أنت بتخسر صيامك وبتخسر دينك عشان خاطر مين؟ ليه؟ يعني إيه الوجه الاستفادة اللي أنت استفدته لما تخسر نفسك وتخسر دينك بسبب شوية شتايم؟ هل أنت كده طلعت الروح اللي جواك يعني؟ هل أنت كده وقفت زيزو عن اللعب يعني؟ هل أنت كده دمرت مستقبله يعني؟ يا جماعة فوقوا، أقسم بالله حرام، والله حرام شرعا. ما ملعون أبو الكورة، وتروح تتفرج وأنت ساكت يا أخي، شجع فرقتك. انسى فرقتك مغلوبة 1-0 وبتشتم في زيزو برضه. إيه الهطل ده؟ هو مين اللي بيوجعكوا طيب؟ ما زيزو كده كده هيتعلن عنه النهارده ولا بكرة إنه رايح الأهلي، وحتى لو ما اتعلنش عنه دلوقتي هيتعلن عنه 1/7. أنت كده استفدت إيه؟ خسرت دينك ليه؟ شيلت نفسك ذنوب في يوم عظيم زي ده ليه؟ ده النهارده وقفة عرفة، أنتوا مجانين. ده بكرة العيد. ده ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ده ربنا اللي قال عظموا الشعائر. يعني انتوا مجانين يا جدعان، يا جدعان ده المفروض اليوم ده مقدس. يعني وبكره يوم الأضحية، إن سيدنا إبراهيم ضحى بابنه ابتغاء مرضات الله فقط. وانتوا بتعملوا إيه؟ يعني يوم التضحية ده مش يوم قليل، ولا يوم وقفة عرفة يوم قليل، ده اليوم اللي النبي صلى الله عليه وسلم ودعنا فيه. انتوا مجانين يا جماعة، بالله عليكم فوق، أقسم بالله العلي العظيم الكرة آخرها حدة بلاستيك. ما تخلوش الكرة تودينا الحتة دي. ليه تخوض في عرض حد؟ ليه تشتم حد بأمه وبمراته وبأبوه بأي حد ليه؟ إيه وجهة النظر؟ إيه وجه الاستفادة اللي عاد عليك؟ غير إن أنت خسرت دينك وشيلت نفسك ذنوب. وهو بيكسب حسنات من وراك على فكرة، هو مش خسران حاجة. وكده كده هيروح الأهلي وهيلعب وهيعمل كل حاجة برضه. إمام عاشور نفس القصة حصلت معاه ولعب وكسر الدنيا برضه عادي. وعلى فكرة أنا كنت من أول الناس ضد جمهور الأهلي يشتم عبد الله السعيد أو يشتم تركي آل الشيخ أو يشتم أي حد. أنا قسما بالله كنت بكره الموضوع ده وبطلع أنتقده برضه. فيا جماعة فوقوا بالله عليكم. ما ينفعش والله، إحنا مسلمين.